تتغلب على رواية العدو بروايتك، أن تتغلب على مواقعه فتتقدم أنت ويتأخر هو. هذا للأسف الشديد ضمن الخراب السياسي الذي نعيشه، ضمن التراجعات السياسية اللي تعرضت لها نعم. القضية الفلسطينية، مش عم بيصير. فصورة البيت. التهديد هي لصيقة بالبيت ومن في البيت. تخشى التعلق بالأماكن، وعشت يمكن 17 سنة وبعدت عن أسرتك. نعم. عن زوجتك نعم. الروائية اللي نوجه لها تحية سيدة رضوى عاشور، وعن ابنك الصغير عندما كان صغيرا يعني الشاعر تميم البرغوثي. نعم. كيف عشت هذه السنوات؟ عشتها أحاول أن لا أبدو ضحية وألا أتصرف كضحية، كيف؟ إني أبحث عن كل مكامن القوة التي تجعلني أستمر في الاعتراض وأستمر في الانتقاد وأستمر في أن أجعل رأيي معلوما بكل الطرق. وهذا ما صانني. ولا يمكن لشخص يعني يصمد في المنافي وفي التراجع السياسي وفي الغربة وفي التشتت العائلي إلا إذا تصرف كقوي رغم كل ما يتعرض له. أنا ضد التصرف كضعيف، ضد التصرف كضحية، بل أكثر من ذلك أنا مؤمن أنه الانتصار على عدونا الإسرائيلي ممكن. إنه ممكن. لكن للأسف هذه الفكرة تبدو مفزعة، فكرة الانتصار تبدو مفزعة لدى كثير من القادة العرب وكثير من القيادات الفلسطينية المتعاقبة. عندهم إحساس أنه يعني بدك تحارب أمريكا، بدك تحارب إسرائيل، بدك وهذا اللي أدى إلى أوسلو وأدى إلى التفاوض اللي دام 17 سنة، لأنه في يأس من فكرة الانتصار. أنا أريد أن أمرر للشعب الفلسطيني فكرة أن الانتصار ممكن. ليس كل ما تقرره إسرائيل ينجز، ليس كل ما تريد يتحقق. بإمكانك أن تعرقل خطة الغزاة، بإمكانك أن تعرقل خطة الدكتاتور. نعم. هذا رأيي. من وين كنت تستمد قوتك في هذه الفترة اللي كنت مبعد فيها عن العائلة؟ كيف حافظت على كيانك الأسري، خصوصا أنك لما رجعت ابنك تميم كان يناديك عمو بابا؟ نعم. مش بابا. نعم. شو القصة؟ لا، هذا كان عمره إيه يعني أقل من سنة ونص. إيه. لما كان يقول عمو عمو بابا، بس الآن لا يعني. الآن لا. أول ما بدأ يقول عمو بابا كبيبي يعني. اجوا يقابلوني في بودابست. انا رحلت، طردت من مصر وكان عمره 5 أشهر، فلم يعرفني. يعني لما التقينا بعد سنة ونص بالنسبة له شخص يعني قال لي عمو، قلت له انا بابا، قال لي عمو بابا. وكانت يعني احد فصول كتاب رأيت رام الله نعم في هذا العنوان، عمو عمو بابا. بابا. لا بس بعدها يعني عدت إلى القاهرة. طبعا مر 17 سنة تقريبا، لكن تم الالتئام شامل الأسرة بخسائر هنا وهناك، لأنه أيضا دائما لا تصدقي أنه في بعد بهذا الحجم الزمني ممكن استئنافه كأن شيئا لم يكن. أكيد في قدر من الخسائر. في قدر من الخسائر يعني طبعا، ولكن الجوهري استمر. الجوهري أنه هذه القوة اللي تفضلت بالإشارة إليها. الكتابة مثلا، أنا قصيدتي كانت لما بكتب شعر وبكتب شعر كما أريد، أزعج به صاحب القرار السياسي أو أزعج به نظام اجتماعي مهيمن، شخصيتك الانتقادية، أو كنت أشعر أني فعال، وأنه زي ما قلت مرة لساني لم يسكت بعد. وبالتالي استمريت وعارف مكامن القوة اللي بتمنحها الكتابة إن لم تكن مكتوبة للديكور وللزخرف نعم. إنما أنا جاد في التعامل مع الشعر وماخذ قضية الشعر جد، ولا أعتبره لا زينة ولا زخرف ولا منزلة اجتماعية، هو هم حقيقي. نعم. وأنا اكتشفت إنه في رغبتي في أن أصون قصيدتي عم بتصونني، وأنا كتابتي خلتني أشعر بالقوة. أنا عمري ما شعرت إني ضحية، ولا أريد لأحد أن يشعر إنه الشعب الفلسطيني ضحية أساساً. جميل. يبدو كوجه النهر هادئا يقضي شؤون يومه كالجدة التعبة وبائع الحليب والصبي والعاشق الملول والمسافر العجول والسيدة الوحيدة. الشاعر مريد البرغوثي، أن تكون شاعراً ماذا يعني؟ بالشعر نبي نسمع شعر.
إذا بس حبيت ترد كجواب ونحب نسمع شعر أيضا. أن تكون شاعرا يعني أن تقول بمفردات قليلة معنى واسعا، وعكس ذلك هو سقوط الشاعر والشاعر، أن تقول كلاما كثيرا بمعنى متقزم صغير شائع متكرر تم قوله عشرات المرات. بنى معكوسة. بنى معكوسة. يعني قليل من اللغة في كثير من المعنى، ثم أن يكون ذلك في إطار انتقادي. أنا يعني هذه نقطة وعندك محورية جدا. هذه يجب، احنا عايشين في مجتمع بحاجة إلى أن يتقدم، إلى أن تتغير ملامح كثيرة فيه. نعم. قيم كثيرة ينبغي أن يتم هزها ورجرجتها. فالشعر المرتاح المسترخي المبسوط من كل شيء في البلد أنا لا أريده، وأعتقد أنه شعبنا العربي لا يحتاجه. نعم. نسمع شيء من الشعر. فاجأتنا الطائرات، اقتربت وانخفضت ومضت مبتعدة، قرية أم جثة، جثة أم جمرة، ماتت الأحجار والأشواق ماتت وعلاقات المحبين، ولم تنجو الدجاجات ولا الماعز فوق التلة الجرداء، لكن في ركام المشهد الموغل في الصمت وفي الريح التي تصفر من حين لحين فاجأتنا وردة منفردة. جميلة جميلة القصيدة. سيدي، قلت مرة أنك اهتديت مبكرا إلى نبرتك الشعرية الخفيضة التي تقوم على تبريد اللغة وإبطاء المعنى أو تأجيله على حد تعبيرك. ما الذي ساعدك على تحقيق ذلك؟ نفوري من الإنشائية واللغة البطولية الجوفاء، ونفوري من الشعر الكاكي، ونفوري من القصيدة النحاسية. وأنا أشعر أنه إذا أردت أن تكون أكثر تأثيرا كن أهدأ نبرة. واللغة البطولية للأسف الشديد واللغة اللي فيها عنجهية واستعراضية سرقها فيها منا، بهلوانيات هذه. سرقها منا الحكام والأحزاب والخطب السياسية، هدول اللي خطبهم فيها قبضات وفيها نحاس وفيها بطولات وفيها، لم يتركوا للشعر هاي اللغة الرنانة الطنانة. لم تعد لغة الشعر، أصبحت لغة خصوم الشعر. وبالتالي أنا رأيي القصيدة إذا أردت أن تكوني أكثر تأثيرا كشاعرة فلتكوني هادئة في القصيدة، نعم. بتحققي أثر بالغ الحدة. إنما إذا القصيدة فيها